حدود التسعة متاع الصباح اتصل مواطن بقاعة عمليات الأمن الوطني بدجا، وقام بالتبليغ على وجود جثة شخص معلقة في شجرة، وتحولوا أعوان الأمن على عين المكان برا المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بدجا، وين لقوا الجثة معلقة بقطعة حبل في الشجرة. وبعد التحري والتثبت من هويته تأكد أنه كاهل عمره 45 سنة، أصيل منطقة عين سلطان من أرياف دجا. وتم إعلان ممثل النيابة العمومية اللي تحول على عين المكان وقام بمعاينة الجثة، وأذن بنقلها للمستشفى الجهوي بدجا في انتظار تحويلها للتشريح بأحد مستشفيات العاصمة في انتظار الكشف عن حيثيات الوفاة. ويبقى السؤال مطروح، هل أنه الكاهل أقدم على الانتحار شوقا أم أنه فما جريمة مرتكبة في حقه؟ يواصلوا أعوان الأمن مجهوداتهم للاتصال بعائلة الكاهل المشنوق للتعرف على خصوصيات حياته والظروف النفسية والاجتماعية اللي يعيشها مع عائلته.